مشاهدينا عبر الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. اليوم عندنا واحد الاستضافة ديال الأستاذة هيام اللي هي أستاذة ديال الموسيقى تتواجد هنا بمدينة العرائش. يلا هو معنا. السلام عليكم. أستاذة هيام، قناة القضية الأولى معكم. شرفينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. السلام عليكم مشاهدينا عبر الفيسبوك وعبر موقع التويتر وعبر موقع اليوتيوب. اليوم قناة القضية الأولى تستضيف معنا الأستاذة الكبيرة لاله هيام القلاعي. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة الأستاذة هيام. مرحبا وألف مرحبا. الضيفة ديالنا اليوم تتقن الأعمال ديالها هي الأستاذة القلاعي هيام من عائلة فنية بامتياز. شكون فينا اللي ما يعرفش عائلة القلاعي بمدينة العرائس سواء محليا أو وطنيا أو دوليا. هي الأخت ديال السي عبد السلام القلاعي المخرج الكبير اللي تعرض الفيلم ديالو مؤخرا بمدينة طنجة وحصل على الجائزة الكبرى. الأستاذة هيام القلاعي، أنت أستاذة ديال الموسيقى، ربما تحكي لنا على الانطلاقة ديالك في هذا الميدان. أنا كأستاذة تربية موسيقية بديت الموسيقى أنا على سن صغيرة جدا، 5 سنوات أو قبل من 5 سنوات. الفضل في هذا الشيء هذا كيرجع للأم ديالي الأستاذة ملكة الوهبي، هي اللي وجهتني هذا التوجه هذا. بفعل أنني في هذاك السن كيكونوا المواهب ديال الأطفال باقي ما بانوش أو كيعجبهم يعملوا كل شيء، يعجبهم يرسموا يعجبهم، ولكن في هذاك الوقت هي ارتأت أنه وجهتني توجيه موسيقي أكاديمي. سجلتني في المعهد الموسيقي وأنا باقا صغيرة، يلا عندي 5 سنين، وكبت معايا وكانت مصرة على أن التعليم الموسيقي ديالي يكون بانضباط كأنه دراسة في المدرسة. فهي اللي اختارت لي الآلة ديال الكمان اللي هي الآلة اللي أنا كنعزفها آلة أولى. أنا كنعمل حتى آلة البيانو. قريت حتى وصلت للسنة الثامنة هنايا في المعهد الموسيقي، دوزت المباراة في الرباط، خديت الجائزة الأولى في مادة نظريات الموسيقية عام 2002. ومن بعد فاش مشيت للرباط نكمل الدراسة ديالي من بعد ما خديت الباك، سجلت في مركز التكوين المهني تخصص تربية موسيقية، وكملت تماك الدراسة ديالي لآلة الكمان الكلاسيكي، وخديت الجائزة الأولى في الكمان الكلاسيكي سنة 2005. بمعنى أن الدراسة ديالي الموسيقية ما كانتش غير موهبة، كانت موهبة ودراسة شجعتني عليها أولا الأم ديالي، وحتى الفعل ديال أنني أنا في الأسرة ديالي كنت أنا هي الصغيرة، فالإخوان ديالي كلهم كيساعدوني، كلهم كيعتبروني كابنة ديالهم، كل شيء كيشجعني إلى آخره. هذا هو اللي كاين. بالنسبة للأستاذة هيام، الموسيقى تلعب واحد الدور أساسي في العديد من الفنون الأخرى كثيرا. بالنسبة لك شنو تتجلى لك أنت الموسيقى؟ يعني شنو تضيف لك في الحياة ديالك كأستاذة؟ وكأستاذة أنا هي المهنة ديالي، يعني ما نعرفش، وهو كيقول لك اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل. صحيح. أنا كنخدم في واحد المجال اللي أنا كنحبه قبل ما نخدم فيه، ولكن من غير انا الموسيقى بالنسبه لي ما كنعقلش على راسي انا كندير شي حاجه من غير الموسيقى. درست وهذا، ولكن دائما كانت الموسيقى اون باراليل، يعني انا عندي الموسيقى شي حاجه ضروريه في الحياه، ما يمكنليش نبقى بلا بها. بالنسبه لمدينه العرائش هي معروفه من زمان، يعني معروف فيها الفن من ناحية المسرح أو من ناحية الموسيقى. أو بالنسبة للموسيقى واش كاين طلب كثير يعني في التسجيل مثلا في القسم؟ واش كاين أطفال، كاين مواهب كثيرة تتجلى هنا بمدينة العرائش أو قليلة؟ أنا انطلاقا من التجربة ديالي كنقري أنا في الإعدادية، يعني هو فضاء عمومي كنقري فيه الوليدات، هي مادة مدرجة داخل المقرر، يعني كنبذل غير مجهود صغير باش نكتشف الوليدات. كنصيب مواهب اللي كنلاحظ في شي وقت انها الوالدين ديال الوليدات ما مكتشفينهاش،
فمني انا كنعرف ديك الوليدات وكندخلهم في الفرقه وكيبداو يغنيو، كنتفاجئ بان الوالدين ديالهم كيسولوني واش فعلا فلان كيغني، واش فعلا فلان عنده رغبه انه يعزف. فانا كنطلب من الوالدين انهم يهتموا بالمواهب ديال وليداتهم، ومن الاحسن في عمر صغير، وإلا حسوا بهم انهم عندهم ميول لواحد الجهه يعاونوهم، حيت الموهبه راه هي مهمه بزاف في الحياه كل واحد فينا، ضروريه. وبالنسبة لكم انتم كنادي، واحد النادي اللي هو معروف على الصعيد الإقليم، وبالنسبة لنا احنا مقبلين على الجهوية المتقدمة، يعني لكل جهة جهة. ما تفكروش على أنكم تفتحوا فروع في القرى؟ ربما تكون مواهب كثيرة في القرى عبر الإقليم العرائشي. شنقول لك اسي المختار، انا النادي ديالي راه باقي حديث الولاده. جميل. عاد بديت هذا العام هذا بفعل انني كانوا عندي جوج بنيتات مازالين صغار، يخليهم لك. يلاه بداو يكبروا شويش. دابا عندي مسؤوليات ديال الدار حتى انا، ديال بزاف ديال المسؤوليات كأم وكزوجه الى اخره. ولكن بمجرد لانني عاد بديت، بدا النادي كيعطي الاكل ديالو. يعني ما عرفتش من هنا الفوق نقدر نعمل هذه العمليه هذه اللي قلتي، ولكن كنفكر انه بعدك العرايش محتاجه في هذا الشيء قبل اي حاجه. العرايش محتاجه في واحد النادي اللي يكون كيحتوي وكيوجه التوجيه الموسيقي الصحيح، ماشي غير الغناء من اجل الغناء او العزف اي حاجه. لا، نحاول نتوجهون واحد التوجيه يكون اخلاقي وتربوي وتكويني اكثر من اي حاجه اخرى. بالنسبة لهذا النادي، واخا هو حديث الصنع كما تنقولوا، ولكن ملي تيكون واحد القائد يعني الدومين ديالو ناجح في حياته، يعني يقدر يتغلب على هذيك الاشياء في اقرب وقت. المشكل هو ان اي شخص له واحد الدومين ولكن ما تيتجلاش ليه. يعني انت بالنسبه لك كاستاذه واستاذه الموسيقى، يعني تقدر تكتشف مواهب سواء في المدينه او عبر القرى في واحد الظرف وجيز. استاذه هيام، تبارك الله عليك. والسؤال اللي بغينا نسولك هو كيفاش، يعني واش عندك الوقت، مازال لك الوقت كيفاش تفرق؟ انت عندك الوليدات صغار الله يخليهم لك، ونتمناهم، انا ما عارفهمش هذوك الوليدات شنو تتمناي، ولا شنو التوجه ديالهم، واش يقدروا يكونوا كموسيقيين ولا يكونوا، المهم هذيك الساعه تيبقى الاختيار ديالهم وتبقى الكمال ليك انت بالطبع. السؤال ديالي هو كيفاش تتفرق ما بين الوقت ديال الدار والوقت ديال المدرسة والوقت ديال التدريب في دار الشباب؟ هو شيء ليس بالهين، وما نكذبش عليك، ما نقولكش انني ديك المرأة الخارقة اللي كنقدر نعملهم كاملين في بواحد لا بيرفيكسيون وكنوفي كل حاجة حقها. طبعا كنسبقوا اللي احوج، بحال ياش مثلا، بحال مثلا ملي كيكون شي حافل او شي نشاط او هذا، كنحاول مثلا كنزيد لذاك الجهه شي شويه د الاهتمام على الجهات الاخرين. طبعا هادشي هذا ما كنعملوش بوحدي، كنعملو اولا وقبل كل شيء بالمساعده د الوالده ديالي اللي كتعاوني في البنيتات واللي كتقبطهم لي وكتربيهم معايا، بالمساعده ديال الزوج ديالي اللي كيساعدني وكيساندني وما كيقوليش لا على مجموعه ديال النشاطات اللي كيقدروا شي مره يجيو على حساب الدار. ولكن مع ذلك شنقول لك، مني كنشوفوا المردوديه الانسان كيبذل واحد المجهود كبير. انا كنحاول نعمل ما يرضي الضمير ديالي، واللي يجعلني مني نشوف هذاك العمل اللي عملته، نشوف الناس مني كيشوفوه كيفرحوا به. ديك الساعات كنعرف على انني عملت واخا غير 50 او 60% مزيان، وهذا كيكون كافيني من لهيه. الا غير حسيت بالتلميذات ديالي كيبغيوني كنعرف انني درت عمل مزيان. الا غير شفت وليداتي مني كنجي للدار كنصيبهم ما قصرتش في حقهم، ما خليتهم شي وقت طويل، الحمد لله. وكنتمنى انني ما نقصرش في شي جهه اكثر من الجهات الاخرين. الله يبارك يا ربي امين. استاذه هيام، الوقت ديال الانطلاقه ديالك، ما عرفش انا واش انك مريتي من الشبيبات، يعني الشبيبات الحزبيه او لا، يعني واش مريتي من هذه التجربه ام لا؟ هاد التجارب هادو انا ما مريتش منهم نهائيا. يمكن انا حتى ديك الحياه ديال الرحلات في المدرسه والمخيمات وهذا الشيء كامل ما عشتوش. انا قلت لك انا كنت هي الصغيره في دارنا،
الوالده ديالي كانت كتخاف عليا هي والوالد ديالي واحد الخوف كبير، وخوتي حتى هما. ويمكن هادشي هذا انا كنعيشو مع التلاميذ ديالي دابا. يمكن انا راه ملي كنمشي مع التلاميذ ديالي مثلا شي رحله، راه كنكون انا فرحانه بديك الرحله بحالي بحالهم، انا عاد كنعيش هاد الاجواء معاهم. او مثلا هاد التداريب وهادشي هذا كامل، هذه هي الفرحه اللي انا كنحس براسي كنتقاسمه مع التلاميذ ديالي او مع الوليدات اللي عندي في النادي. الأستاذة ويام، ما عرفش أنا ربما واش عندك شي انتماء حزبي أم لا يعني حاليا؟ لا، حاليا ما عندي حتى شي انتماء حزبي. بالنسبة للأطفال اللي تشوفهم في الشبيبات الحزبية وهذيك، يعني شنو تقدر مثلا، شنو تقدر الرسالة اللي تقدر توجه لهم مثلا؟ الشبيبات لابد اي حزب عنده واحد الشبيبه، عنده الشبيبات ديالو. انا الرساله اللي غنوجهها هي انه الله يخليهم الناس اللي كيخدموا مع الوليدات في اي اطار، كيف ما كان نوادي او شبيبه او شنو ما كان هذاك الاطار او المؤسسه، يحاولوا يخدموا مع الوليدات ديالنا الاشياء اللي هي تربويه، باش حتى حنايا يبدا يعطينا خاطرنا نصيفطوا وليداتنا عندهم. نديروا معهم اشياء هادفه تربويه، لو من الجانب الموسيقى يختاروا اغاني تربويه، كلمات مزيونين يحاولوا يعلموهم. هذا هو الرساله اللي نقدر نوجهها انا. بالنسبه لك اثناء التدريب مع الوليدات، شنو الاحساس ديالك تيكون في ديك اللحظه؟ وما كنكرهش انهم نخرج منهم هذاك الشيء، لان انا كنعرف شنو عندهم اكثر من اي واحد. كنعرف ديك الوليدات اللي عندي في النادي او في المدرسه علاش قادرين. وش غنقول لك، ما كان داكشي اي حاجه عملوها ما كتكفانيش، حيت انا عارفه الطاقات اللي عندهم اكثر من هذاك الشيء. وبالطبع ملي كنخرجوا شي عمل او كنوصلوا لشي نتيجه مزيانه وهذا، كتكون الفرحه ديالي اكثر من ديالهم واكثر من والديهم واكثر من اي واحد. وبالنسبه للجهات الداعمه في هذا الاقليم، شنو اللي تقدر تطلب منهم اضافه لهذوك الاطفال؟ يعني شي حاجه اللي في سبيل هذوك الوليدات اللي تتعلمهم يعني الموسيقى، شنو المتطلبات ديالك بصفتك كنادي؟ وفضاءات، عندنا القله ديال الفضاءات في هذه المدينه هذه بالذات. فضاءات من الشباب فين يمشيو، فين يتعلموا، فين بحال دابا مثلا دار الشباب ما كرهناش يكون كان فيها اساتذه. علاش لا؟ علاش مثلا دار الشباب ما يكونوش فيها اساتذه يعلموا الالات، اساتذه يعطيو شويه ديال الدروس ديال النظريات الموسيقيه، شي استاذ يعمل لنا دروس في المسرح. كاملين نمشيو، ماشي غير الوليدات، كاملين نبغيو نستافدوا. ونتبادلوا المعارف ديالنا، انا نعلمك حاجه وانت تعلمني حاجه، ما كرهناش. بالنسبه لدار الشباب، هي الان موفره لك يعني واحد الفضاء شاسع فين تقومي بالتدريب ديالك. يعني ربما هذه طريقتك انت بصفتك كاستاذه، وبحكم العلاقات ديالك وهذيك، ربما انت تقدري تستضيفي لنا واحد الاساتذه يعني من الرباط، من الدار البيضاء، من اي مكان، ولو استاذ دولي كاع، ولما لا؟ هذه الفكره هذه هي اللي درناها مؤخرا، فاش ديت تلميذات في رحله لمدينه الرباط مؤخرا. ديتهم رحله ترفيهيه ولكن هي تربويه اكثر منها ترفيهيه. ديتهم يحضروا مهرجان ديال انشوده الطفل. الحاجه اللي لاحظت اننا ملي جلسنا في القاعه ديال المسرح، واحد الانبهار ديال التلاميذ من واحد الدرجه ما تصورش، كانهم عمرهم ما شافوا هذاك الشيء. فرحانين غير بالمسرح، فرحانين غير بكونهم انهم جالسين كيتفرجوا. مشينا درنا واحد تبادل معرفه مع واحد فرقه موسيقيه حتى هي ديال الكورال في الرباط، ومشينا زرنا شي استوديوهات ديال التسجيل الى اخره. هذه هي الفكره اللي عندي انا، هو ديال انني نحاول نفتح على العالم الاخر اللي الوليدات ديالنا هنا في العرايش ما كيتحلمش يشوفوه. القله ديال المجموعه ديال الحاجات ما سبق لنا قلناها، وخا نبقاو نقولوا ما غاديش، لان المدينه ديال العرايش خصها في الحقيقه ان شاء الله هي في طور الانجاز كباقي المدن، وهي الحمد لله ان شاء الله مدينه العرايش على ابواب الاوراش الكبرى مثل المدن الاخرى. المساله تبقى مساله وقت. بالنسبه للاستاذه هيام، الحمد لله تنعيش واحد الاستقرار، استقرار امني من طنجه حتى القويره عن باقي الدول الاخرى مثل بدون الذكر ديالهم. ملي تيوقع واحد المس مثلا بالوحده الترابيه ولا بالوطن، ولا شنو الاحساس ديالك كهيام القلاعي؟
وما يكونش الاحساس ديالي بوحدي، كنظن هو الاحساس ديال المغاربه كاملين، هو اننا تا واحد فينا ما يبغي، مش غنقول لك راه بحال مثلا غيدخل شي واحد لداري وغيبغي يدي لي شي حاجه ديالي من داري. يمكن مثلا واخا حنا مثلا على راسي عمري ما وصلت لهذوك المناطق، ولكن رانا كنحس بالانتماء ديالي ليهم والملكيه ديالهم لي انا كمغربيه، وما يمكنليش نقبل هذا الشيء هذا ولا نتجاوزو ولا نتقبلو حتى غير بالهضره ماشي عاد بالفعل. مؤخرا ربما راه شاهدتي عبر التلفاز وهذيك يعني الانزلاقات اللفظيه اللي كان دار بان كيمون على الوحده الترابيه، وانت شفتي المغاربه يعني كاملين هبطوا في واحد الثوره للرباط على هاد الانزلاقات اللفظيه. ومع ذلك الاعلام الغربي ولا الاعلام المحلي يعني اعلنوا بان تقريبا ما عرفتش واش 3 المليون نسمه مشاركين، والمغاربه تقريبا يتجاوز 35 مليون نسمه. تنظن انا ربما هذاك العدد يعني غير مركز، انا تنظن المغاربه كامل كانوا غضبانين على هذا. بالطبع المغاربه كاملين كانوا غضبانين، وهنا راه ما احتسبناش الناس اللي صوتهم غير مسموع بحال الاطفال ديالنا اللي تا هما كيحسوا بالانتماء ديالهم للوطن وما يسمحوش بهذا الشيء، واللي غيكونوا ما مشاوش في ذاك المسيره، بحال النساء الكبار اللي غيكونوا ما مشاوش. انا لا اظن ان كاين واحد مغربي واحد ما غيحشي بواحد الغضب كبير لو اي واحد حاول غير يقول ان شي جزء من المغرب ديالنا، انا ما نسميش هو جزء من المغرب ديالنا، يحاول يجزئوا على بقيه المدن. شكرا الأستاذة هيام على هذه الاستضافة، وإحنا سعداء جدا من تواجدنا في هذا المنزل الرائع. بحال تقريبا إحنا في واحد الزاوية، ودائما الزاوية صراحة معروفين يعني الدخول ديالهم إلا الشرفاء. وقبل من نتوجهوا إلى دار الشباب باش نشوفوا التدريب مع الوليدات، قناة القضية الوطنية الأولى تهديك واحد الهدية، هدية متواضعة. شكرا جزيلا. اللي هي عبارة عن ملحفة وعبارة عن واحد الشارو، هذا تيكونوا فيه المفاتيح ديالك ديال المنزل باش ما يضيعولكش. وشكرا جزيلا. شكرا لك وتنشكرك مرة أخرى. شكرا. ونمشيو إن شاء الله لدار الشباب الرشيد. على
إعدادية الوفاء الموجودة بالعرائش. هذه الإعدادية معروفة بالأنشطة ديالها الثقافية والفنية، وأنا منخرطة في نادي فرقة الوفاء الأنشطة الثقافية والفنية تحت إشراف الأستاذة المحترمة هيام الكلاعي. هذه الأستاذة اللي ما كاينش بحالها في العالم، تصرفاتها مع التلاميذ رائعة، كتصرف معنا بحال الأم ديالنا، وأكثر من ذلك كتعطينا فرصة فين نعبروا على المشاكل ديالنا والهموم ديالنا، وكتقوم برحلات وكتعرض علينا، كتجيب لنا أي حاجة بغيناها، هي أكثر من الأم ديالنا. فهاد الفرقة هذه تأسست مؤخرا، وقمنا بمجموعة من الحفلات بعدة مناسبات، بحال مثلا مناسبة عيد الأم، ومناسبة توزيع الجوائز على الأطفال المتفوقين في الدراسة. وكتقول لنا الأستاذة بأن الدراسة ديالكم هي الأهم، والأنشطة كتبقى يعني هي خارج الدراسة. وكتقول لنا الأستاذة المحترمة هيام الكلاعي باش نكونوا يعني كنتحلوا بالأخلاق الحسنة، حيث هي الأهم قبل كل شيء. وكانت عطاتنا الفرصه باش نجيو لهنا لدار الشباب باش نزيدوا نعبروا على المواهب ديالنا، وباش هاد دار الشباب هي اللي كتسقل الموهبه وكتخلينا حنا نزيدوا للقدام. بالنسبه للاستاذه هيام، استاذه رائعه، ويعني هي كتعاملنا بحال الام ديالنا، وشكرا. ديالي ايوب امغور، السن ديالي 18 سنه، كنقرا في مدرسه الوفاء اعدادي، مخارط مع جمعيه نادي الوفاء للعزف والغناء. كنشكر الاستاذه هيام بزاف اللي كتعطينا كثير من وقتها، وكنشكروا على كل هذه المجهودات اللي كدير معنا، اللي كتعطينا كثير من وقتها، وكتعلمنا بزاف الحوايج ما كنعرفوهمش، اللي هي ما كنحسبوهاش كاستاذه ديالنا، كنحسبوها كأم ديالنا، صديقه ديالنا، بزاف الحوايج. وانا من هذا المنبر كنبغي نعطيها شكر خاص، وشكرا بزاف. لا عاودها بنت عاود. Hehehe